السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على الاسئله اللي كتروج حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي عنده شي سؤال يحطه في الكومنتات وغنحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليه. ولكن قبل من هذا الشيء ما تنساوش واحد اللايك، وما تنساوش ضروري واحد الاشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد. نبداو بالسؤال الاول. واحد الاخ ولا اخت بالنسبه للارابي، واش لا سجلت فيها وما خدمتش ممكن تستافد منها عام اخر؟ نعم، ممكن انك ما خدمتيش مثلا هذا العام، ممكن كيبقى عندك نفس الكونت وكتعاود تستافد منه العام الجاي. بالنسبه للسؤال الثاني، واحد الاخت قالت واش في مباراة التعليم الأولي واش كيدوز كتابي ولا شفوي؟ السؤال هذا كيسولو بزاف ديال الناس. نعم، كندوزو أول كتابي ومن بعد كندوزو الشفوي. الشفوي كيكون فيه غالبا 3 ديال الأشخاص من هذيك اللجنة اللي كتدوز ليك، يا إما كتدخل بوحدك مع اللجنة وكيدخلوا معك 3 المتبارين اللي غيتباروا في هذيك المباراة، كل واحد كيطرحوا عليه سؤال ولا ما عرفش كيدوزوا للشخص الاخر. بالنسبه للسؤال 3، واحد الاخت كاتبه: السلام عليكم، عافاكم، شنو الاسئله اللي طرحت في المقابله وشنو كيسبق، واش الشفوي ولا الكتابي؟ بالنسبه للشق الثاني من السؤال، شكون اللي كيسبق؟ بالنسبه لينا حنا، بالنسبه اللي دوزو اغلبيه الناس اللي دوزو كيسبقوا لهم الشفوي، عفوا كيسبقوا لهم الكتابي. كدوزو في واحد القاعه ومن بعد ملي كتسالي كتسنى الدور ديالك في الشفوي. وبالنسبه لشنو هي الاسئله اللي كتحط في التعليم الاولي، كاين مجموعه من الاسئله. بما انك باغي مثلا تشتغل مع المؤسسه المغربيه خاصك تكون عارف التعريف ديالها. بما ان دافع التعليم الاولي خاصك تكون عارف التعليم ديال التعليم الاولي بالعربيه والفرنسيه، وكذلك تعريف المؤسسه الادمنستراتيف ديال الاف ام بي اس. كذلك خاصك تعرف دور التعليم الاولي، تعرف الطفل، معنى الطفوله. مجموعه من الاسئله اللي غنحاولوا ان شاء الله نطرقوا اليوم في فيديو جديد. ندوز السؤال الرابع اللي هو الخوت، شنو هي اول خطوه للتسجيل في التعليم الاولي؟ اولا واحد ما عارفش باقي يلاه باغي يتسجل في التعليم الاولي، خاصو يشوف الجهه ديالو، الاقليم ديالو، واش حاط المباراه ديال التعليم الاولي، حيت ما كيتحطوش في وقت واحد. جميع الاقاليم كيحطوا في مباراه التعليم الاولي في وقت واحد، وانما تختلف الاوقات. لذا خاصك تكون على درايه او على علم بان تلك المباراه محطوطه في الاقليم ديالك. من بعد كتسجل في السيت ديال الانابيك. كتحاول تمشي، ممكن تسجل في التليفون ديالك ولا تمشي للسيبر وتقول لي سجلني في السيت ديال الانابيك. ثاني حاجه، ملي كتدخل للسيت ديال الانابيك كتلقى داك الخدمه ديال التعليم الاولي اللي باغي انت، هذيك حاطين لكم البلايص اللي فيهم التعليم الاولي، وكدير بوستي لي من السيت ديال الانابيك، بوستي لي بما انك راه بغيتي تجتاز هذه المباراه. ثاني حاجه خاصك تجمع الوثائق، من بعد ملي كيعيطوا لك كديهم معاك تعطيهم لهم في الانابيك. وثالث حاجه خاصك تكون مسجل في السيت المؤسسه. الا بغيتو نحطوا لكم في في الكومونتيرات، كتسجل كدير غير تاريخ الازدياد ونمره لاكارت ديالك والاسم والنسب والكود ديالك، الكود كتختاروا من عندك. هذا هما المراحل ديال التسجيل في التعليم الاولي. بالنسبه لسؤال اخر اللي كان هو ما هي مجالات التعلم؟ كنعرفوا ان كاين 6 مجالات ديال التعلم. كاين استكشاف الذات والمحيط، تنظيم التفكير، التواصل، تنميه الذوق الفني والجمالي. وهذه المجالات خاصك تكون عارفهم باللغه العربيه وكذلك باللغه الفرنسيه، وتحاول تعرف الكفايه من كل مجال، الهدف من كل مجال. كما كنعرفوا الكفايه هي مجموعه من الاهداف، خاصك تحاول تعرف مثلا تنظيم التفكير شنو الهدف منه،
ولا مثلا استكشاف الذات والمحيط، شنو الهدف منه بالنسبه، يعني شنو غيستافد منه الطفل. هذه هي الكفايه ديال كل مجال. وهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو. ولا خاصكم شي حاجه راه في الكومنتيرات، وما تنساوش الاشتراك وصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الى اللقاء.